اهلا بيك يا كريم، الف مبروك على مسرح مصر البدايه الجديده الموسم الثالث. عايزك بقى تكلمني ايه احساسك بالنجاح اللي انت حققته الايام الموسمين اللي فاتوا. اهلا وسهلا ومنورنا. وهو احساس خوف، بس حتى بعد النجاح اللي اتحقق من الموسم الاول والموسم الثاني احساس خوف ان احنا داخلين الموسم الثالث. انا عن نفسي خايف وقلقان جدا انه ما يكونش في نفس مستوى الموسم الاول والثاني، وبتمنى من ربنا يعني ان شاء الله يبقى احسن من الموسم الاول واحسن من الموسم الثاني، لان احنا استعدنا كتير وتعبنا كتير وكان في حاجات كتير وتحضيرات كتير. فان شاء الله باذن الله يبقى حاجه احسن باذن الله. ايه رايك في الدراما الرمضانيه السنه دي وايه الادوار اللي انت دخلت فيها وحسيت فيها ان انت قدمت السنة دي للأسف أنا كنت في تجربة كده بس ما كملتش، اتأجلت لبعد رمضان. وطالع ضيف كان عائلة حاحة مع طلعت زكريا، وعامل ضيف شرف في لهفة. بس ده رمضان، وإن شاء الله بإذن الله بعد رمضان بنحضر لفيلم في العيد الكبير. اسمه ايه؟ اسمه لحد دلوقتي اسمه مؤقت، اسمه أحلام سعيدة لحد دلوقتي. طالع بدور ايه؟ طالع بدور هو راجل عبقري في الكمبيوتر، بس هو في اطار عصابة، فالعصابة دي اصلا هو يعني مش عبقري ولا حاجة، هو بالنسبة لهم عبقري لكن بالنسبة للعادة عادي يعني، مش عبقري ولا حاجة. طيب بس الفيلم انتاج محمد السبكي، وان شاء الله نعمل حاجة حلوة حاجة محترمة، اها. ما تكون مختلفة عن اللي ممكن يكون في ذهن الناس. ايه علاقتك بقى بالكاست بتاع خالد جلال؟ الكاست بتاع يعني انتوا يعتبر اغلب الشباب خالد جلال من اه اين اه اشباحي. ايوه ف هو من قبل خالد، يعني من قبل ورشة استاذ خالد جلال ومن قبل ورشة الاوبرا، انا وربيع وأسقس مهم. اصحاب بقالنا 12 سنة تقريبا. مهم. كنا في مسرح الجامعة مع بعض، في مسرح تجارة مع بعض، كنا بنمثل دايما مع بعض، كنا بنخرج عروض احنا التلاتة مع بعض. دي ما حصلتش ان تلاتة يخرجوا مسرحية. مهم. فاحنا اصحاب من زمان. وفي ورشة بقى استاذ خالد جلال اتعرفنا على بقية الناس، على عبد الرحمن، على اسراء، على ويزو، على وائل. فاحنا اصحاب جدا الحمد لله، ويمكن ده سر من اسرار النجاح لحد دلوقتي، ان احنا مع بعض، احنا حابين بعض. الناس محدش عنده مشكلة مع حد الحمد لله يعني. في روح كده، والروح دي ممكن هي اللي نشوفكوا منجحة في الموضوع. بطولة انتوا التلاتة في فيلم واحد؟ البطولة احنا التلاتة، انا وربيع وأسقس. بس يا ريت، يا ريت والله. ممكن، ليه لا يعني، يا ريت. ما اعتقدش ان حد فينا احنا التلاتة ممكن يرفض او يعترض. يا ريت يعني. الفيلم اللي احنا عاملينه ده ان شاء الله في العيد الكبير ده بطولة عمر متولي ومحمد انور ومصطفى خاطر وحمد المرغني، يعني كلهم برضو اصحابنا من هنا، وانا فكلنا مع بعض ان شاء الله برضو. فان تمام. شاء الله يبقى حاجة حلوة. تمام. بيقولوا ان المسرح، انتوا بتمثلوا في المسرح احسن من الدراما. ايه ردك على الجمهور اللي بينتقد النقطة دي؟ هو انا عن نفسي هرد على نفسي، انا ككريم عفيفي انا لسه ما شفتونيش في دراما. مهم. يعني انا ما عملتش حاجه اقدر اتحاسب عليها، يعني ان ينفع جمهوري يحاسبني عليها. انا ما عملتش حاجه دراما تبين ان انا احسن في المسرح عن الدراما. ممكن زمايلي التانيين يبقى طالع عليهم الموضوع ده، لكن انا لسه ما عملتش حاجه اتحاسب عليها لسه. شايف ان لسه ما عندكمش القدرة ان انتوا تكملوا بشكل قوي، او لسه بتتعلموا عشان تظهروا بشكل احسن؟ هو برضو احنا هنفضل نتعلم طول عمرنا، مفيش حد بيبقى خلاص وصل لحاجة. يعني انا برضو ما وصلتش لحاجة، وهفضل اتعلم طول عمري. هفضل لازم، عشان الدنيا اصلا بتتغير في يوم وليلة. مين الممثل اللي لحد دلوقتي نفسك تقف قدامه وتمثل معاه؟ استاذ يحيى الفخراني واستاذ عادل امام، ده يعني كده. طبعا. اه ان طبعا. شاء الله. استاذ يحيى الفخراني جدا يعني. هشوفك قريب في حاجة كوميدية. الفيلم ان شاء الله، فيلم ان شاء الله نازل فيلم بعد في ايه ان العيد شاء الله؟ الكبير. العيد العيد الكبير. الكبير ان شاء الله باذن عايزك الله.